يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حاجة حلوة أنا بعملها، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. النهاردة جايلي ضيوف، قلت أعمل إيه يا ترى؟ فتحت الفريزر لقيت نص كيلو كنافة، قلت الله ده أنا هعمل بيها حاجات حلوة كتير. الكشري الحلو الجميل وزينه بقى، وترند الشوكولاتة دبي، لا والميكس الرهيب ما بين الكنافة والكريمة والمانجا، لا ده حاجات خطيرة في منتهى الجمال والروعة. تعالوا نشوف هنعمل الحاجات الحلوة دي ازاي. انا طلعت الكنافة من الفريزر، وعلشان اسهلها على نفسي قعدت اقطعها بالسكينة، وبعد ما قطعتها حطيتها في الصينية اللي هحمر فيها الكنافة، واقعد بقى افركها كده بايديا لحد ما تبقى حتت صغنونة. واحط دلوقتي 3 معالق كبار زبدة سايحة، ومعلقة كبيرة سمنة سايحة، براحتك بقى. يعني انا عملت ميكس من الزبدة والسمنة، لو انت عايزة زبدة لوحدها ماشي، سمنة لوحدها ماشي، كله ماشي. تقعدي تقلبيها التقليبتين الحلوين لغاية ما الكنافة تتشرب المادة الدهنية، وتحطيها على النار جاري، نار هادية خالص، تقعدي تقلبيها لحد ما يتحول لونها للون البرونزي الجميل اللي انتي شايفاه ده. لا ده ريحتها جنان خطيرة واللون رائع. نركنها على جنب ونبتدي بأول وصفة من وصفات حلوياتنا النهاردة. جبت 2 باكت من شوكولاتة سما، شوكولات دارك حلوة خالص معايا بصراحة، بتبقى موفرة على الآخر وبتعمل كمية هايلة والطعم جميل. هقعد اقطعها بالسكينة حتت صغنونة عشان اسهل على نفسي وانا بدوبها، واحطها في طبق. ممكن براحتك بقى تحطيها في الميكروويف، او اللي انت تعملي لها زي كده حمام ميه، ميه سخنه تبقى تحت منها، تقعدي تقلبيها شويه شويه لغايه ما تسيح خالص كده، حلوه خالص. هركنها على جنب وابدا احضر كريمه الفستاش بتاعتنا. الفستق الكداب، بس هعملها بايه؟ بالفول السوداني المتحمص. الفستق غالي يا جماعه، نوفر على نفسنا ونستسهل. هنقطعه ولا هنفرمه يعني في الكبه، وبعدين نحط لون غذائي اخضر بيتجاب من عند العطار، ضربتين حلوين كده خلاص بقى فستق، لون وشكل وطعم جنان. هاخد نصه في الكبة بتاعتنا عشان اعمل كريمة البوستاج، عليها كوباية بحالها من الحليب المكثف، انا عاملاه على نار هادية طبعا. 3 كوبايات لبن وكوباية سكر، تقعدي تقلبي لمدة ساعة كده بس يبقى حليب مكثف. وبعد ما ضربتها في محضرة الطعام او الكبة بقت كريمة بوستاج. الفستق الكداب ده حلو خالص، لون وشكل وطعمه والله العظيم جنان. بس كده هنركنها على جنب ونجيب القوالب بتاعتنا. كان عندي قالب سيليكون بتاع الكيك على شكل ارنب كده، قلت افرح الاولاد بيها. عملت شوية شوكولاتة بيضة كده، وبعدين سبتها لغاية ما تجمد، وحطيت اول طبقة الشوكولاتة الدارك، هفردها كده خالص على الاخر لغاية ما تتفرد معايا. وبعدين فاضل برضو شوية من الشوكولات، قلت اعملها في قالب بلاستيك يعني علشان اجرب انها تنفع في القالب البلاستيك وقالب السيليكون. بس بعد ما وزعتها حلوة كده هروح احطها في الفريزر لغاية ما احضر الطبقة التانية. شوية كنافة وعليها الكريمة بتاعت البوستاج، هقعد اقلبها التقلبتين الحلوين لغاية ما الكنافة تتشرب الكريمة كلها. هطلع الاطباق بقى اللي هي السيليكون والطبق البلاستيك علشان احط الطبقة التانية من الكنافة بكريمة البوستاش طبعا. هوزعها التوزيعة التمام طبعا. لازم اللي انتي تضغطي جامد وتوزعيها جامد خالص،
وبعد ما تضغطي وتوزعيها هتحطيها برضو في الفريزر لمدة 5 دقايق كده، وبعدين تطلعيها تاني وتحطي بقى اخر طبقة الشوكولات السايحة خالص، هتحطيها وتوزعيها بطريقة صح خالص علشان خاطر تبقى قالب في النهاية. الله، هو ده ترند الشوكولاتة دبي اللي يعني مشهورة الأيام دي، ده سهلة خالص. وبعد ما توزعيها التوزيعة التمام هتحطيها في الفريزر، ونروح جري علشان نشوف هنعمل الوصفة التانية ازاي. طبق غويط، كوباية كريم شانتيه محلى طبعا، كوباية بستري كريم، ومعلقتين حليب باودر، وعليها كوباية مية متلجة. بس انا لقيت بصراحة انها محتاجة كمان نص كوباية مية متلجة. حطيتها وضربتها بالمضرب الكهربائي لغاية ما بقت احلى كريم شانتيه. هنركنه في الفريزر. وجبت بقى حبيتين مانجا حلوين، قشرتهم وهقطعهم مكعبات علشان ازين بيها الوصفة التانية بتاعتنا بتاعت النهاردة. هنعمل الكشري الحلو. انا بصراحة كنت عاملة اطباق رز بلبن، ان شاء الله هبقى اعملها لحضراتكم واوريها لكم. وقلت لا لازم اعمل الكشري الحلو. حطيت على الرز بلبن بتاعنا الكنافة بتاعتنا المتحمرة، وبعدين هزينها بالكريم شانتيه. براحتك بقى انتي وراحتك. تحطي بقى شوية الفستق الكداب اللي احنا كنا عاملينه. عندك مثلا انا كنت عاملة صوص كراميل، تحطي براحتك انتي وراحتك. بس انا ما كانش عندي جلاش عشان يتحمر يعني ويبقى الورد بتاع الكشري عادي، سهلة يعني، مش هتتاكل كده، لا عادي هتتاكل وهتبقى زي الفل. بس خلاص، نرجع بقى نشوف الوصفة التالتة. جبت طبق غويط وحطيت اول طبقة الكريم شانتيه مع البستري كريم، وبعدين شوية من الكنافة، وبعدين شوية من المانجا، وهكذا وهكذا تعملي طبقات. بس بصراحة انا قلت ان الطبقة دي عايزة يعني اكترها شوية لان الكنافة كانت قليلة. قلت اعمل عندي 3 4 باكت بسكوت سادة، قلت اما اكسره واحطه طبقة من الطبقات. بيني وبينك طلعت بصراحة ميكس رهيب، انا اول مرة اعملها بس ما ندمتش اللي انا عملتها، وهعملها على طول ان شاء الله نفس الطبقات بعد كده. بس يا ستي، وطبعا بقى تقعدي تزيني بالفستق الكداب بتاعك اللي هو الفول السوداني باللون الغذائي طبعا. بصي، حاجات حلوة خالص، الحاجات دي فعلا معمولة بكل حب وسعادة، عشان كده طلعة حلوة، طعم وشكل، بصراحة حاجات في منتهى الجمال والروعة. بس خلاص خلصنا الميكس بتاعنا الرهيب بتاع النهاردة، وهروح جري اطلع شوكولاتة دبي من الفريزر وهقلبها قدام حضرتك. لا ده حلو خالص، القالب الصغنن طلع حلو. اما نشوف بقى القالب السيليكون اللي هيحيرني معاه، يا ده مغلبني على الاخر لانه كبير بصراحة وفيه تفاصيل كتيرة، ودان الارنب بقى حاجات كتيرة، بس ان شاء الله هيطلع سليم. هحاول معاه، حاولت معاه خلاص وطلع في منتهى الجمال والروعة. ايه ده، لا ده شكل ارنب ارنب يعني. جميل. انا دلوقتي هاخد حتة كده من الشوكولاتة دبي دي، لازم أنا ادوقها يعني. هسمي الله واقطع حتة كده علشان اوري لحضرتك الكنافة اللي جوه بكريمة البوستاج. لا ده حلوة خالص، شفتي اللون؟ جميلة بجد بجد، في منتهى الجمال والروعة، حاجة كده خطيرة. ولا الطعم جنان. بصي انا كل شوية ادي للاولاد حتة كده في الاستخبص من تحت لتحت، لان هم بصراحة من زمان بيقولوا لي يلا يا ماما اعمليها، وانا بصراحة كنت بكسل، بس بصراحة لقيتها سهلة وجميلة والطعم خطير.
أنا بصراحة مش قادرة أبطّل أكل فيها بس بصراحة أنا عايزة أخلّص الفيديو بسرعة لإن زمان الضيوف على وصول. بسم الله ما شاء الله، لأ ده حاجات حلوة وموفّرة وحاجات كلّها من البيت، أنا ما اشتريتش حاجة من برّه، وهادوق كمان الكشري الحلو بتاعنا. ومش شرط خالص إن يكون عليه جلاش متحمّر، اللي موجود يسِد، سهّلي على نفسِك يا سِت الكل، والميكس الرهيب الجميل، وترند شوكولاتة دبي، ده حاجات في منتهى الجمال والروعة، بألف هنا وصحتين، واستنوني مع أكلة جديدة وطريقة جديدة وحاجات حلوة جديدة من مطبخ كوكي، مستنية تعليقاتكم اللي بتسعدني، باحبكم في الله.